مصطفى. هذه كرة طويلة، والكرة طويلة ما تختمش يعني. طبعا هنا لاعب عمار عمور تمكن استغل الكرة هذه، والتمريرة تاعو كانت مليحة على كل اللاعب سليماني اللي كان موجود في وضعية تسلل حسب يعني الصورة المعادة من طرف تقنيين تاع التلفزيون. وانا شخصيا كنت شفت المساعد الحكم رفع الرايه قبل ما توصل الكره للاعب سليمان. هذه اللقطه الاولى اللي كان ربما الجمهور اهتز لهذه المحاولات، ثم لمسه اليد هذه اللي نقول انه اللاعب لما يمشي للمدافع من المفروض انه ما يمشيش بأيادي يعني الامام، ثم محاولة مثل هذه ضيعها فريق شباب بالوزداد بطريقة غريبة، يعني نقول ركنية يعني مميزة من طرف ربيح، ولكن والاستقبال كذلك كان رائع، ولكن أحسن لقطة هي هذه لعمور يعني في هذه الكرة الثابتة. نشوف الإعادة فقط ونشوف الكرة بهدوء، يعني الخط داخل المرمى او وراء الخط. هل نعاود نكرر السؤال، هل الكرة طاحت يعني تماما كلها بعد الخط، او بقى جزء كمية منها، صغيرة جزء منها ولو قليل جدا، لهذا ما يتحسبش هدف حسب طبعا قوانين اللعبة. والعودة هنا العودة تاع فريق النادي الإسماعيلي لما قال أنه تحرك في الشوط الثاني، عفوا في نهاية الشوط الأول تحرك بسرعة، وكان له ربما عمل جيد من عناصره والمحاولة لصالح شباب الوزداد، يعني أكثر نقول فعالية من جانب، أكثر هجوم من جانب شباب الوزداد، لكن الفعالية ما فيش. هذا شيء يعني لاحظناه اليوم، ولاحظنا التسرع من جانب فريق شباب بالوزداد، والدليل على أنه ربيح يعني كم من مرة يضيع أو الفتحات تاعو تكون بعيدة مثل هذا الضربات ثابتة يعني، وحتى الوضعية تاعو لما يعني الرجل نتاع الارتكاز تكون بعيدة نوعا. بالفعل، وتكلمنا على هذا وقلنا لو نحلوا الضربات تاع ربيح في الكرات الثابتة، ونفس الشيء بالنسبة لبكري الياس اللي هو كذلك متخصص في الضربات الحرة، ولكن مدام النفسية تاعهم يعني والإرادة القوية من التأكيد ان هم داروا يعني مجهود كبير باش يتمكنوا يسجلوا هدف، ولكن الجانب النفسي لو يكون أقوى من اللازم راهو يرجع سلبي. ولهذا دخلوا في تسرع عن قرب منطقة العمليات تاع الفريق الإسماعيلي. مبادرات من يعني من الوراء كانت مميزة، مخدومة جيدا، وتكلمنا عليها. اللي يمسك لحمل الكرة ديما عنده، نعاودوا نشوفوا